يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. فيجب على الجميع أن يوحد ويعمق معاني الوحدة والتماسك، كل يحرص هذه النعمة بحسب موقعه. واعلموا أن من يسعى لنشر الفرقة فإنه يسعى لإضعاف العوامل التي ينبني عليها أساس الأمن والأمان والوحدة والسلام. واعلموا أن في الاجتماع البركة وفي التفرق الضعف والخذلان والمهانة، ويد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. يقول الإمام ابن بازيل: إنما جمعته يد الرحمن، يد الله على الأمة الجزائرية، ونحن نعيش يوم النصر، ونحن في شهر الحرية، شهر النصر والحرية، شهر الاستقلال، ونحن ننعم ونرسل بهذه النعمة. يقول الإمام ابن بازيل: إنما جمعته يد الرحمن لا تفرقه يد الشيطان. إن استقلال ووحدة أرض الجزائر المقدسة المنتجعة بتضحيات الجسام وبقوافل من الشهداء خط أحمر، خط أحمر لا يمكن بأي إنسان تجاوزه تحت أي ذريعة كانت. وإننا لنذكر أصحاب الذاكرة القصيرة أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر، جزء لا يتجزأ من أرض الجزائر الطيبة. كما قيل لنا: بلاد القبائل هي القلب الناجح لوطننا الجزائر المتسع والقديم في دكتور الصابر والجليل. أيها المؤمنون، إخوتنا في كل مناطق الوطن كانت بلاد القبائل مهدا للثورة والثوار، ولا تزال على هذا الدرب. فليتأكد مراوغ الشقاق بأن سلوكهم ومواقفهم المعادية لن تزيد الجزائريين والجزائريات في كافة ربوع الوطن وبمختلف مشاربهم وانتماءاتهم إلا تشبثا بتماسك الوحدة الوطنية وتجانس المجتمع. أيها المؤمنون، الله نسأل أن يوفقنا وأن يغرس حب الوطن في قلوبنا، وأن نسعى جميعا لخدمة بلدنا ولرفعته ولصيانة أمانات الشهداء. هذه التربة الزكية التي سقيت بدماء مليون أو أكثر مليون ونصف المليون الشهيد. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين، اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين، اللهم احفظ بلادنا من أعداء الملة والدين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا عزيز يا رحيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم أنزل علينا الشفاء. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولسائر المرضى والمسلمين، واشفنا وارحم موتانا وأجل ضرائنا من قلوبنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. كل يا جماعة يلتزم في مكانه لكي يغفركم عن طريق الإشارة. هكذا فقط.
تقبل الله منا ومنكم، ثم انصرفوا إلى بيوتكم وحافظوا على إجراءات البروتوكول الصحي من التباعد والنظافة. آمين 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 يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.